السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن تنسيق الارقام في الوورد. مشكله بتقابل ناس كتير وهي بتكتب بالعربي بتلاقي الارقام بالانجلش، وهي بتكتب بالانجلش بتلاقي الارقام بالعربي. ممكن المشكله ما بتبقاش كبيره قوي لو انت بتكتب بالعربي والارقام جات لك بالشكل ده، ما بيبقاش فيه مشكله كبيره. انما لو انت بتكتب بالانجلش والارقام جات لك بالعربي، دي بتبقى مشكله كبيره جدا ومش صح في التنسيق. طب ازاي اظبط او ازاي انسق الارقام في الوورد؟ هو مش المفروض وانا بكتب بالعربي تكتب بالعربي وانا بكتب بالانجلش تكتب بالانجلش؟ هو المفروض كده، بس لازم انت تظبط الكلام ده. طب تعالوا كده نعمل تجربه. انا هعمل الت وشفت علشان اغير اللغه، وهخلي اللغه عندي بالعربي. تمام. تعالوا بقى نكتب من 1 لغاية 6 كده. بصوا الأرقام جاية ازاي. المفروض ان انا بكتب بالعربي، المفروض يبقى الأرقام بالعربي. دي مش صح. طيب لو انا بكتب هنزل انتر وهعمل لغة الكتابة انجلش، وبعدين هدوس برضو او هكتب من 1 لغاية 6، برضو نفس الفكرة. طب المشكلة دي فين؟ المشكلة دي مشكلة المفروض ان انت بتظبطها في الوورد، هي مرة واحدة بس، وبعد كده بيبقى الوورد متظبط معاك. طب انسق الارقام او اظبط الارقام ازاي في الوورد؟ هتروح قائمة فايل، امشي معايا الخطوات واحدة واحدة، وبعدين اوبشن، وبعدين ادفانسد. بعد ما تختار ادفانسد انزل هنا ودور على حاجة اسمها نوميرال. بالراحة كده هتلاقي كلمة نوميرال اهي، نوميرال. طيب المفروض ان النوميرال دلوقتي قدامها ايه؟ ارابيك. ارابيك دي يعني معناها ان انا بكتب الارقام كده، دي الارقام الارابيك. طيب لو انا عملت الارقام هندي وقلت اوكي، بصوا ايه اللي حصل. دي الارقام الهندي. طبعا انا ولا عايز كده ولا عايز كده، انا عايز وانا بكتب بالعربي الارقام تبقى بالعربي، وانا بكتب بالانجلش الارقام تبقى بالانجلش. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ افتح تاني فايل، اوبشن، ادفانسد، وبعدين انزل عند نوميرال. وهنا بقى ولا هتختار ارابيك ولا هتختار هندي، هتختار حاجه اسمها كونتكست. كونتكست معناها انك بتؤمر الوورد وانا بكتب بالعربي اكتب لي الارقام 1 2 3 سوري 1 2 3، وانا بكتب بالانجلش اكتب لي الارقام 1 2 3. طيب تعالوا كده نقول اوكي. هتلاقوا اوتوماتيك الارقام اللي انا كنت بكتبها بالعربي بقت بالعربي، والارقام اللي انا كنت بكتبها بالانجلش بقت بالانجلش. طيب دي خلاص حليت المشكله دي. المفروض ان وانا بكتب بالعربي تكتب بالعربي، وانا بكتب بالانجلش تكتب بالانجلش. طب انا جاي لي مستند وورد ومش عارف اللي كان بيكتب ازاي، وانا دلوقتي مزنوق وعايز احول كل الارقام اللي في المستند، سواء بقى عربي يعني 1 2 3 او هند او انجلش 1 2 3. طبعا دي في لغه الوورد ارابيك، ودي في لغه الوورد هندي. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ انا جاي لي دلوقتي ورقه ومش عارف اللي كاتب كان كاتب ايه. خلاص شوف انت عايز الكلام ده كله تحوله ايه، العربي ولا الهندي؟ خلاص انا عايز احوله الهندي اللي هو 1 2 3 ادفانسد، وبعدين نوميرال، وهخليه كله هندي، وبعدين اوكي. كده هيبقى كله عربي اهو 1 2 3. حتى لو انت المشكله في تنسيق الارقام ان تنسيق الارقام كمان بيبقى في البوليتس والنمبرنج. النمبرنج ده، ولو انت عندك جدول كمان وكاتب فيه ارقام برضو كل ده بيتغير. تعالوا كده نعمل كله ارابيك ونشوف ايه اللي هيحصل. ادفانسد، احنا بنراجع اكتر من مره علشان نحفظ مكان نوميرال اهي، نوميرال، واخليها المره دي ارابيك، وبعدين هقول اوكي. بصوا كل حاجه بقت بالانجلش، حتى الترقيم ده كله بقى بالانجلش. طيب تعالوا بقى نعمل اللي المفروض نعمله ويبقى هو ده الصح. اعمله كونتكست علشان وانا بكتب بالعربي يبقى بالعربي، وانا بكتب بالانجلش يبقى بالانجلش. اوبشن، ادفانسد، وبعدين هشوف فين نوميرال، وبعدين هخليها كونتكست. هي دي. انت عشان تكبر دماغك وتريح دماغك خالص اعملها كونتكست، وكده وانت بتكتب بالعربي هيكتب بالعربي، وانت بتكتب بالانجلش هيكتب بالانجلش. طبعا لازم نقول اوكي كده. كل حاجه اللي انا كنت كاتباه بالعربي هيفضل، واللي انا كنت كاتباه بالانجلش هيفضل. ده كان اجابه سؤال بيجيلي كتير جدا، ازاي انسق الارقام في الوورد.
يا رب تكونوا استفدتوا. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعاية الله.